بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن مما خصه الله عز وجل من الأوقات بمزيد تفضيله على غيرها ووافر تكريمه شهر رمضان المبارك، حيث فضله سبحانه وتعالى على سائر الشهور، والعشر الأواخر من لياليه حيث فضلها على سائر الليالي، وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها لديه خير من 1000 شهر، وفخم أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم، هدى للمتقين وفرقانا للمؤمنين وضياء ونورا ورحمة للمتذكرين. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فلله ما أعظمها من ليلة وما أجلها وما أكرمها وما أوفر بركتها. ليلة واحدة خير من 1000 شهر، و1000 شهر عباد الله من 84 سنين و3 أشهر، أو كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وتفريق الأمور يا عباد الله، تفريق الأرزاق والعيش والأموال والبركات والأموات والحياة وما غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وطلبها عباد الله في أوتار الشهر أكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في 3 يبقين أو 7 يبقين أو 9 يبقين. وأرجى ليلة من تلك الليالي هي ليلة 27 لقول كثير من الصحابة إنها ليلة 27 منهم ابن عباس وأبي بن كعب وخيرهما. عباد الله، والحكمة من إخفائها وعدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العصر بطاعة الله جل وعلا بالتهجد وقراءة القرآن والإحسان، وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان. ولأن الناس لو علموا عينها لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواها، ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان. عباد الله، إن الواجب علينا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المبارك لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها ولنحصل من أجورها. فإن المحروم عباد الله من حرم الثواب، ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملا بذنبه بسبب غفلته وأعراضه وعدم مبالاته. عباد الله، طوبى لمن نال فيها سبق الفائزين وسلك فيها بالقيام والعمل الصالحين. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويستحب للمسلم أن يكثر في ليلة القدر الدعاء لأن الدعاء فيها مستجاب. وليتخير من الدعاء أجمعه روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن هذا الدعاء عظيم المعنى عميق الدلالة وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة. فهذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فأكثروا عباد الله من سؤال الله العفو والعافية ولا سيما في هذه الليالي الشريفة الفاضلة. واعلموا أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لوالدينا ولأسلافنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سئرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.